بزاف ديال العوامل ساهموا في الاقصاء ديال المنتخب المغربي، والصراحه كانت خساره مؤلمه. المهم اول عامل هي اللاعبين اللي استدعاهم وليد الركراكي، فراه بزاف ديال اللعابه ما خاصش يتستدعاو. مزراوي ما لعبش مده هذه وما عندوش الجاهزيه، يعني ما خاصش تعيط عليه. سفيان بوفال كذلك لاعب باقي ما ردش الجاهزيه ديالو، وكاين غيجي بلاصتو سفيان رحيمي اللي عنده جاهزيه وخاصو ضروري يجي. سايس كذلك ما خاصش يلعب كاساسي. سالم املاح ما لعبش دقيق في الفريق ديالو بسبب الاصابات. المهم كانوا لاعبين احسن منه بحال امير تشارديسون اللي فاش دخل لعب قدم مستوى زوين، وشفتوا شنو دار في ذاك الماتش، يعني قدم مباراه رائعه. اما شاهدوا على سيس ومزراوي اللي ما كانش بيناتهم واحد التناغم وتسببوا في الهدف الاول. اما بالنسبه للفرص اللي تعطاونا راه بزاف، واش لهالدرجه شخصيات البطل كنفتقدوها؟ جاونا فرص بزاف. والنصيري اشنو دار في هذا الماتش؟ وريني لقطه دارها يوسف النصيري مزيانه. على الاقل ايوب الكعبي دخل تقاتل جاب بيلانتي، وكون غير دخل من الاول كان غيدير شي حاجه. اما بالنسبه لعبد الصمد الزازولي فراه لعب شويه في الشوط الثاني ولكن ما كافيش، يعني جاوك فرص اللي كنتي غتجيب بهم التعادل. مهم ما علينا، والماتش داز. خاصنا نشوفوا القدام. كاس افريقيا الجايه في العام الجاي بغات تكون منظمه في المغرب، يعني خاص كاع هاد الاخطاء يتعلم منهم المنتخب، وخاص ضروري الركراكي يحيد العاطفه، راه كانت عنصر مساهم في الاقصاء ديالنا.